كل جديد في معسكر الأهلي بتونس بلس كواليس صفقة وسام أبو علي وبديله وأسرار داخل الأهلي والزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد وحلقة نارية جديدة معاكم هنتكلم فيها عن كل جديد داخل معسكر الأهلي في تونس، تألق اللاعبين، كواليس صفقة وسام أبو علي وبديله، وردود النادي على الشائعات، ومفاجآت داخل الزمالك كمان. وكالعادة قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل اهبد اللايك الجميل وتعال احكي لك كل التفاصيل. يلا بينا نبدأ. فقرات المعسكر والتألق الفردي. تألق كبير من زيزو وبن شرقي وياسين مرعي وكمان ديانج وبن رمضان عاملين أداء مميز جدا. محمد شريف بيظهر بمستوى قوي جدا في التدريبات، وجرادي شار بيقدم نفسه بشكل ممتاز. ده بيخلي ريبيرو في حيرة لاختيار المهاجم الأساسي الموسم الجاي. وقنوات الأهلي أكدت إذاعة مباراة الملعب التونسي الودية واللي هتتلعب 3 أشواط لتجربة أكبر عدد من اللاعبين. صفقات وتنقلات وسام أبو علي والقصة الكاملة. وسام أبو علي خرج تماما من حسابات الجهاز الفني وهيسافر أمريكا قريب عشان ينضم رسميا لكولومبوس كرو. وكيله بجهز بيان اعتذار رسمي لجماهير الأهلي تقديرا لفترة تواجده في النادي. الأهلي هيحصل على 7.5 مليون دولار بلس 2 مليون دولار امتيازات مستقبلية و15% من إعادة البيع. ومصدر بالأهلي نفى تماما أي نية لوضع بند أولوية لعودة اللاعب في المستقبل. البديل المحتمل لوسام أبو علي وسياسة التعاقدات. لجنة السكاوتينج بالأهلي عرضت على ريبيرو عدد من المهاجمين الأجانب تحت السن، لكنه مش متعجل، بيفاضل بينضم أسامة فيصل أو مهاجم أجنبي أو تأجيل القرار حتى يناير. الأهلي مش بيتفاوض حاليا مع زين النعيمات، مجرد اسم بيتكرر كل فترة. رد على شائعات فتوح وصفقات الزمالك. الأهلي نفى تماما وجود أي اهتمام بضم أحمد فتوح. بيراميدز كمان متحفظ عليه بعد ما اتعرض عليهم مؤخرا. الأهلي بيغلق الباب أمام محاولات الإعلام الأبيض لخلق فتنة بخصوص الصفقة. الأخبار اللاعبين المستبعدين والتدريبات الفردية. وسام أبو علي ورضا سليم وعبد القادر ومصطفى مخلوف وسمير محمد وإمام عاشور كلهم بيتمرنوا في القاهرة بعيد عن المعسكر تونس. مصطفى العش بيحاول يثبت نفسه بعد غيابه عن كأس العالم للأندية. أشرف داري مدافع مقاتل وبيتدرب بكل قوة رغم الانتقادات اللي بيتعرض لها. ردود فعل النادي على تصرفات الوسطاء. تحفظ كبير من الأهلي على التعامل مع آدم وطني، نفس الشخص اللي عرض أشرف داري ومصطفى محمد. النادي شاف منه عدم احترافية في ملفات سابقة، ورغم كده بيحاول يرجع يشتغل تاني مع الإدارة الجديدة. الرواتب فتنة داخل الأهلي. مدحت شلبي بيحاول يفتح ملف زيزو والرواتب، لكن ردود اللاعبين زي إمام عاشور واضحة جدا، مفيش أي خلافات وكل الكلام ده شائعات. حسام عاشور كمان خرج بتصريحات غير مفهومة عن وجود استياء رغم انه من كباتن النادي التاريخيين. صفقات تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز. الزمالك عايز يبعد حسام عبد المجيد عن الأهلي وعرضه على بيراميدز. بيراميدز بالفعل بدأ يدرس فكرة الصفقة. أخبار من الأهلي والميركاتو. النادي المصري هيواجه الصفاقسي والترجي والنجم الساحلي في معسكر تونس. أحمد شوبير أكد اقتراب أمير توفيق من منصب المدير الرياضي في أهلي جدة. ريال مدريد مش مانع يبيع روديجر، وجالاتا سراي قريب من ضم إيدرسون. ميسي مسجل أهداف تاريخية مع إنتر ميامي. الهلال السعودي تحت ضغط كبير للتراجع عن قرار الانسحاب من السوبر السعودي. دي كانت كل التفاصيل النارية من داخل الأهلي، المعسكر، الصفقات، تصريحات والشائعات. ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو واكتب لنا رأيك في التعليقات، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك أخبار الأهلي أول بأول. وسلام.